إلى فبركات الزمن الجميل التي مصدرها في العادة معلمين يبحثون عن الانتشار والإعجابات فيخترعون قصصا لا تضر ولا تنفع. حارس مرمى نادي إشبيليا ياسين بونو الذي تألق خلال مسيرة فريقه للظفر بكأس اليوروبا ليج أثلج قلوب عشاق كرة القدم العرب من المحيط إلى الخليج. لكن صفحات جزائرية ماكرة على منصة فيسبوك نشرت صورته مع تعليق فخر الجزائر. بالطبع انهالت التعليقات بأنه مغربي وليس جزائري وأنه فخر لجميع الدول العربية بلا استثناء. لكن ضجة التعليقات لم تمنع الصفحات من الاستمرار، فاخترعوا له سجلا من اللعب مع أندية جزائرية، فقالت إنه كان يلعب مع مولودية وهران سابقا. وعندما زادت الانتقادات وانهالت التوضيحات، نشرت صفحات أخرى صورا لياسين بونو في طفولته وهو يلعب مع وداد تلمسان وهو في جيل الأشبال. الإصرار على الفبركة كان مضحكا في حد ذاته. الحقيقة هي أن بونو مغربي من مواليد كندا، ونشأ في مدينة الدار البيضاء، وتدرج في صفوف الوداد البيضاوي قبل أن يبدأ مسيرته الاحترافية في أوروبا.